كنت فاكر ان كل ما الحياة تبقى مثالية اكتر كل ما هنكون نسخة احسن من نفسنا. بس بعد تجارب كتير اكتشفت ان لما بشيل الجوع والتعب والخوف كنت بشيل معاهم المعنى، واللي كنت فاكره هينتهي بالجنة طلع اول خطوة في طريق الجحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الباشمهندس. صديقي المتابع الجميل، خلينا أخدك في رحلة لستينيات القرن الماضي. ساعتها كانت الحرب العالمية الثانية لسه يا دوب خلصانة، الناس ساعتها ما صدقت وقال لك بقى تعالى نروق على نفسنا الكام سنة اللي باقيين لنا في الدنيا. اللي راح يصيف في شواطئ الريفيرا في فرنسا، واللي راح يتغدى بيتزا وباستا في إيطاليا، واللي راح بقى إنجلترا يشوف كرة نظيفة ويتفرج على نهائي كأس العالم في ويمبلي. وفي وسط ما كانت كل حاجة ماشية تمام فجأة تلاقي الصحافة اتقلبت، قال لك والله يا جماعة احنا كلها كام سنة والعالم هينتهي وكل واحد هيروح لحاله. ليه بقى النكد ده؟ ما احنا كنا ماشيين كويس. قال لك اصل احنا اعدادنا عماله تزيد وموارد الكوكب محدوده، وده اللي هيخلينا كمان كام سنه مش هنلاقي ناكل، وبعد ما نفدنا بجلدنا من الحرب هنموت من الجوع. وهنا الانسان خير نفسه ما بين اكتر غريزتين بيحبوه، غريزه البقاء وغريزه التكاثر. ما هو يا اما نتكاثر فاعدادنا تزيد ويحصل زياده سكانيه فنموت من الجوع، يا اما بقى نسيطر على نفسنا ونقلل تكاثر شويه عشان نعرف نعيش. وفي وسط كل ده جه العالم جون بي كالون اللي عمل تجربه نتيجتها هزت الاوساط العلميه ساعتها. الراجل ده كان عالم بيئه وسيكولوجي، قضى حياته كلها وسط الفئران يعمل عليهم تجارب ويراقب سلوكهم. قال لك انا لو جبت شويه فئران ووفرت لهم كل سبل الحياه الكريمه اللي بيحلم بيها اي فار، اكل وشرب واماكن للتعشيش ودرجه حراره مناسبه وبيئه خاليه من الامراض، وكل فار ذكر هنحط له الفار الانثى معاه. ايوه كده دلعني. وبعد ما نروق على الفئران دي بقى نبدا نراقب سلوكهم ونشوف هيفضلوا يتكاثروا لحد امتى. الراجل ما استخسرش في المشروع بتاعه ولا فلوس ولا مجهود، وقعد بالشهور علشان يصمم يوتوبيا الفئران، الكون 25. تخيل كده صندوق ضخم فيه 4 حيطان مليانه حجرات مفتوحه على بعض بمجموع 256 اوضه، وكل اوضه تقدر تشيل لحد 16 فار. وفي يوم 9 يوليو 68 بدات التجربه. حط 4 ازواج من الفئران النضاف جدا والخاليين من الامراض في الكون 25. بس قبل ما اقول لك على نتيجه التجربه الغريبه جدا، انا عايز اجاوبك على سؤال انا متاكد انك بتساله دلوقتي. هو اشمعنى الفئران اللي العلماء بيختاروهم علشان يعملوا عليهم تجارب سيكولوجيه زي دي ليه مش كلاب ولا قطط ولا قرود حتى؟ اشمعنى الفار يعني؟ الفئران كائنات اجتماعيه جدا، ده غير بقى ان هي عندها شويه مشاعر كده شبه البشر، زي الغيره والامومه والقلق والتوتر والرغبه في الاستكشاف وحتى العدوانيه وحب الذات. وفي نفس الوقت ما عندوش مانع يعيش في اكله ومرعى وقله صنع. ده غير بقى ان التكوين الجيني بتاع الفئران قريب جدا من الانسان، لدرجه ان لما اتعمل MRI على دماغ الفئران لقوا ان الفئران لما بتعمل انشطه معينه الاماكن اللي بتنشط في دماغها هي نفس الاماكن اللي بتنشط في دماغ الانسان لما بيعمل نفس الحاجه. ده غير بقى ان الفئران بتختصر وقت التجربه جدا لانها بتتكاثر بسرعات رهيبه. يعني انت عشان تراقب جيل كامل من البشر محتاج سنين كتير جدا، انما الفئران الجيل عندهم بيخلص في سنه سنتين. والاهم من كل ده بقى انه رخيص جدا، ولو حصل له حاجه محدش هيكلمك، اصل في الاول وفي الاخر ده فار يعني كده كده محدش بيحبه. وده اللي خلى العلماء يعتقدوا ان الفار هو اكتر حيوان ممكن يعبر بشكل او باخر عن تصرفات البشر. لما نرجع بقى للتجربه هتلاقي ان اول ما الفئران ما دخلت بدات تمارس سلوكها الطبيعي، بتاكل وبتشرب وبتتزاوج وتبني اعشاش وبتجري تستكشف في المكان. وبعد كام شهر حصل انفجار سكاني لدرجه ان اعداد الفئران كانت بتتضاعف كل 55 يوم بس، وفضلوا كده لحد ما وصل عددهم 600 فار. لحد دلوقتي الامور طبيعيه جدا وهو ده اصلا اللي احنا كنا متوقعينه. بس بعد كده بقى حصلت حاجه ما حدش كان متوقعها. الفئران ظهر عليها سلوك غريب، بداوا يكونوا عصابات ويهاجموا بعض بشكل غير مبرر. الرغبه في الجنس عند الفئران قلت جدا لدرجه ان الموضوع قلب بالعكس وبقى شذوذ. وظهرت فئه كده من الفئران اشتهروا بالعزله، ما كانوش بيعملوا حاجه غير ان هم بياكلوا ويشربوا وينظفوا نفسهم ويناموا، ومفيش اي تعامل ليهم مع الجنس الاخر. ده حتى الامهات بقت بتهمل جدا في رعايه اطفالها وبقوا يرموهم ويسيبوهم لمصيرهم. ويمكن اكتر حاجه صدمتني في التجربه دي هي ان الفئران بقت بتاكل بعض. طبعا مش محتاجه فطانه يعني، مجتمع زي ده لا يمكن يستمر. وفضل ينهار واحده واحده لحد ما مات اخر فار يوم 23 مايو 73 في تجربه استمرت حوالي 5 سنين. تأثير التجربة دي على المجتمع العلمي كان أشبه بتأثير القنبلة النووية. الناس سابت كل حاجة بتهدد وجود الإنسان ومسكوا في الزيادة السكانية، رغم إن أنت لو ركزت شوية في اللي حصل في التجربة سهل جدا تفهم إن اللي حصل ده ملوش أي علاقة بالزيادة السكانية. أصل تعالى نحسبها، الراجل عامل مكان فيه 256 أوضة، كل أوضة بتشيل حوالي 16 فار، يعني المكان كله يقدر يشيل أكتر من 4000 فار، في حين إن أعلى عدد وصل له الفئران في التجربة كان حوالي 2200 فار.
اللي هو تقريبا 50% من اللي المكان يقدر يشيله. وتقول لي زياده سكانيه؟ باشا احنا بنبقى في ساعه الصباحيه دي 2200 واحد في المترو، والناس عادي متعايشه مع بعض ومفيش اي مشاكل. وعلشان كده لما تبص للارقام هتكتشف ان اللي حصل ده ملوش اي علاقه بقله مكان او قله موارد. طب تاخد التقيله بقى، اللي حصل ده كان بسبب زياده الموارد. الفكره ببساطه ان انت وفرت للفران دي كل حاجه هو عايز يعيش عشانها، انت اديته حياه مثاليه من غير ما يتعب فيها. اي نعم هو في الاول هيتبسط، بس هو من جواه مش عايز كده، هو عايز يجري ويتشعلق على الحيط وينزل من تحت عقب الباب ويستنى البيت كله ينام علشان ياخد حته الجبنه ويطلع يجري. هو عايز اكشن، وده بالظبط اللي كالون عمله. بعد كده بدا يحط الفيران في اماكن فيها ممرات معقده الفار لازم يعدي منها عشان يوصل للاكل، واكتشف ان حياه الفيران بقت احسن من ان هو يصحى يلاقي الاكل بتاعه جنبه من غير ما يتعب فيه. وهي دي الفكره اصلا، ان اللي بيدي حياتنا قيمه هو السعي اللي احنا بنسعاه، مش بس النتيجه اللي احنا بنوصل لها. انا عارف كويس ان التجربه دي مش بتعبر عن الواقع بشكل مثالي، وده لان انت ما ينفعش تروح تعمل تجربه على مجموعه من الفيران وتتخيل بشكل او باخر ان هي هتؤدي لنفس نتائجها لو اتعملت على مجموعه من البشر. كده كده الانسان حاجه مختلفه، الانسان عنده تاريخ وخبرات بتطوره، ليه عقل بيتحرك بيه، وليه دين بيأمره وينهاه. واصلا احنا كلنا مش شبه بعض. تصرفك انت لما تقابل موقف معين غير تصرفي لما اقابل نفس الموقف. طب اقول لك على حاجه، تصرفك انت لما تتعرض لموقف هيختلف عن تصرفك لما تتعرض لنفس الموقف. بس ده برضو مش معناه ان احنا ناخد التجربه دي نرميها في الزباله، لان حتى لو الانسان بذكائه وخبرته قدر يتجنب التطرف اللي وصل له الفيران، بس ده برضو مش معناه ان حياته هتبقى احسن لو اتحط في نفس الوضع اللي هم اتحطوا فيه. واكتر حاجه حسيتها بتعبر عن الموضوع ده هي الايه الكريمه اللي بتقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. وطبعا بقى انا مش محتاج اقول لك انك علشان تفضل فاهم كل حاجه لازم تعمل حاجتين: تدوس على اللايك وتشترك في القناه. ولحد ما اشوفك تاني خليك دايما فاكر ان انت فاهمان.